بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. المشوار بدأ من شهرين تقريبا، يوم 17 جولاي مع فريق القادسية. بدينا الشغل الفعلي، بدينا نشتغل على رواحنا، بدينا يعني الموسم متاعنا اللي نعرفوه صعيب جدا، خاصة الأهداف اللي مرسومة سواء من طرف الإدارة أو من طرف إطار الفني أو الجماهير القدسوية. نعرفوا أنه الهدف الأول في هذا الموسم إن شاء الله باش يكون الدوري، لأنه فريق القادسية بعيد على التتويج بالدوري منذ 10 سنوات حاليا. وإن شاء الله يا ربي باش نحاولوا أقصى ما يمكن، نعملوا أكثر جهدنا، توفيق من عند المولى سبحانه وتعالى، باش نفرحوا الجماهير القدسوية اللي أنا متأكد أنها باش تكون موجودة بأعداد كبيرة من أول مباراة متاع النصر حتى آخر مباراة في الدور الأول ضد العربي بأعداد وافرة في كل المباريات. كابتن نبيل، حضرتك كنت مطلب قدساوي دائما من سنوات. الجماهير حط عليك امال كبيره جدا لتحقيق امالهم هذا الموسم. والله شوف، رو كرة القدم عمل مشترك، عمل جماعي. مش ممكن يكون عندك أفضل مدرب في العالم وما تقدرش تحقق ولا نتيجة إذا كان ما عندكش الأدوات اللي باش تقدر معناها تنفذها، وما عندكش وراك معناها إدارة اللي توفر لك كل الحاجيات وتكون واقف على كل صغيرة وكبيرة. الحمد لله الشيء اللي حسيته أنا في الشهرين هذو، مش شهرين، لأنه أنا كنت في معناها تواصل مع إدارة القادسية منذ شهر 4. المفاهمة وقفت من شهر، معناها كانت من شهر 4، لكن احتراما للناس اللي كانت موجودة معناها خلينا فريق القادسية ينهي الموسم متاعه. الشغل بدا متاعنا من أواخر شهر 4 أيضا، أنا وبوضاري والأخوة اللي موجودين في مجلس الإدارة، في انتقاء اللاعبين، في اختيار اللاعبين، في من سيكمل مشوار من اللاعبين المحترفين مع فريق القادسية. يعني حاليا عندنا تقريبا 4 أشهر واحنا بدينا في الشغل متاعنا مع فريق القادسية. الحمد لله صرت نعرف كل كبيرة وصغيرة مع الزملاء اللي موجودين هنا اللي قاعدين يعاونوا فيا، سواء إطار فني ولا إطار إداري. وبمعرفتي أنا أيضا بالقادسية لما كنت موجود معنا مع نادي الكويت، وأيضا لما كنت موجود مع المنتخب، وأيضا بعلاقتي الوطيدة مع أبو مشعل اللي أنا باتصال دائما معه منذ 10 سنوات حاليا، منذ قدومي كان رئيس الاتحاد. معناها بقينا على تواصل مستمر مع بعض باش نحاولوا المجهودات الكل تتضافر، وان شاء الله لما لا، ان شاء الله باذن الله عندنا 5 بطولات باش نلعبوا عليهم. نحاولوا لما تدرب فريق القادسيه من اكبر الفرق اللي موجوده هنا في الكويت، ومن اكبر الفرق اللي موجوده في الخليج، لازم كل بطوله تلعب عليها لازم تحاول باش تفوز فيها ان شاء الله باذن الله. كابتن، اخر سؤال، تدعيمات